الحقيقة بقى أنا عندي اقتراح أتقدم بيه لجماعة الإخوان المسلمين. أنا لو منكم أرفع قضية تعويض ضد الدولة المصرية وأطلب تعويض، لأنكم إزاي كحكومة تعملوا فينا كده كإخوان يعني، وانتوا كحكومة بتتعاملوا معانا على أساس إن إحنا إرهابي، أو بتخلوا الشعب، بتسيبوا الشعب يتعامل معانا إن إحنا إرهابيين، في نفس الوقت بتطلبونا عشان نلعب سياسة معاكم. يبقى فعلا إحنا كإخوان لا جماعة إرهابية ولا تجاولوا. من هنا ممكن يطلبوا تعويض على ما أصابهم من ضرر نفسي. المهم، بعد هذا الانحناء الذي قامت به الحكومة قدام الإخوان عشان يتفضلوا اللي هم الإخوان يقعدوا مع وفد حكماء أفريقيا، إيه اللي حصل؟ اللي حصل فضيحة، خيبة سياسية ملهاش وصف ولا اسم تاني. راحوا الإخوان فعلا وقعدوا مع وفد حكماء أفريقيا، وقعد الدكتور محمد علي بشر الإخواني بعد ما مكتب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اتصل بيه، يعني ببشر، وقال بشر لوفد أفريقيا: لا تراجع عن الشرعية، لا تراجع عن عودة مرسي، لا تراجع عن عودة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بتاع الإخوان اللي هو مجلسه هو. ورد عليه وفد حكماء أفريقيا: بس ده مش ممكن. قال بشر: يبقى احنا عارفين، واحنا كإخوان، أو احنا كإخوان عارفين سكتنا، واحنا كإخوان بنقول لكم استمروا في تجميد عضوية مصر في إفريقيا. هي دي وطنية الإخوان، وهي دي الدولة المصرية دلوقتي. منتهى المياعة السياسية، منتهى الخوف والرعب من الجماعة، منتهى التهريج السياسي على رأي الرئيس الراحل أنور السادات. ولو إن السادات كان ليه لفظ تاني أنا مش حابة أقوله. الحكومة المصرية قامت بالاتصال بالدكتور محمد علي بشر وطلبت منه وآملت فيه أنه يوافق على لقاء وفد حكماء أفريقيا. وأنا قلت لكم الكلام ده، قلت لكم الكلام ده قبل أن ينشر. ده مش كده وبس، كمان الحكومة ادت تليفونات بشر وصحبته للوفد عشان خاطر التواصل معاه. وفي النهاية يروح بشر ويحرض هو ومن يطلقون على أنفسهم تحالف دعم المرشد أو دعم الشرعية بتاعتهم دي، يحرضوا أفريقيا ضد مصر. مش بقولك أنت كمواطن مش قاعد في دولة، قاعد في مرجيحة. أنا هنا بقى عايزة أسأل، هو احنا كدولة كده مرعوبين من الإخوان كده ليه؟ مرعوبين من بعض الدول الأفريقية دي ليه؟ حاجة غريبة قوي، حالة الارتعاش اللي احنا فيها دي، اللي مرعوبين من كل حتة ومن كل حد. ده بريطانيا النهاردة قالت إنها تراجع وضع جماعة الإخوان في لندن بما يخدم مصالحها القومية. دي دول قوية. يعني الحكومات، لو إنجلترا شافت إنها هتتأثر بقرار تجميد أنشطة الإخوان هناك هتعمل إيه؟ هترفض تجميد نشاطها. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن الدول بتاخد القرارات بما يخدم مصالحها. والسؤال، لو جينا نعمل قياس، هل لما الحكومة المصرية تسيب محمد علي بشر يخطط ويطرح ويناقش ويلعب سياسة نيابة عن الإخوان، هل ده في صالح الدولة المصرية؟ هل لما الحكومة المصرية بتنحني هذا الانحناء أمام وفد حكماء أفريقيا، وأنا قلت امبارح إنه حكماء إيه إحنا مش فاهمين، هل ده معناه إن إحنا ده يصب لصالح مصر؟ هل ده في صالح الدولة المصرية؟ لا أعتقد.